بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع تاني بعنوان الثقة في الصلاة. يعني ببساطة أنت قد إيه واثق أن الصلاة لها تأثير؟ لأن الحتة دي للأسف أحد أسباب ضعفنا. يعني في شاب مرة قال لي أنتوا كل حاجة صلاة صلاة، يعني هي هتعمل كل حاجة. فانا سكت دي او كده، قلت له هتعمل كل حاجه، فاتغاظ اكتر. انما انا ما كنتش قاصد اغيظه، هو غصب عنه شايف ان احنا ما وراناش غير الكلمتين دول. كل مشكله نقول صلي، كل خطيه نقول صلي، كل مشوره وتوهان نقول له صلي. انتم يعني ما تقولوا حاجه تاني. يعني احنا مش بنلغي الايجابيه في الحياه، انما فعلا الصلاه بتعمل كل حاجه. كل حاجه ممكن تتعمل بالصلاة. فلو الواحد وثق في الصلاة، حط ثقته في الصلاة، هيشوف. لأنه الثقة يعني الإيمان، وفي علاقة يعني توأمية لصيقة بين الإيمان والصلاة. ما كنتش مصدق مش هتاخد. لو ما كنتش مصدق في الصلاة وقوتها مش هتاخد نتائج. وده اللي هنشوفه دلوقتي. آية جميلة في لقا 11 تقول إيه؟ كل من يسأل يأخذ. كل، أول ما تلاقوا كل يا جماعة فكروا شوية. الكلات دي اللي في الكتاب قصة لوحدها. لأن بدل قال كل يبقى مفيش استثناء، وبدل مفيش استثناء يبقى أنت واحد تبع الكل. يعني إيه؟ مجرد تقول يا رب أنت تبع الآية دي يبقى لازم تاخد. هو ما قالش هتاخد إيه، بس أنت بتاخد. انت مصدق ان كل مرة تصلي بتاخد حاجة، ولا مش مصدق؟ الوعد كده، وكلمة ربنا مش ممكن تتقال كلام. لا، ربنا بيقولش كلام ابدا. كل اللي بيقوله مظبوط جدا ومحسوب كويس. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع هيفتح له. بس عشان ما تقولوش حاجتين هنأجلهم لحوارات اخرى. هيفتح امتى؟ ما قالش. هيدي ايه؟ ما قالش. بس هو قال كل واحد هيكلمني هرد عليه، وكل اللي هيطلب حاجة هياخد. مش عارف هياخد ايه. وكل اللي هيخبط لازم هفتح له. معرفش امتى. ماشي، عشان ما حدش يتخانق ويقول انا صليت ما خدتش. لا، ما خدتش يمكن اللي انت عاوزه، بس خدت حاجات تانية. قرعته ما فتحش. لا، ما هو هيفتح. هو ما قالش امتى هيفتح. هيفتح. اذا الايات البسيطة دي عاوز الواحد يفكر فيها كويس. ليه؟ في اللحظة اللي بتقف تقول فيها يا رب وتقول اي طلب، تأكد انه سامع، وتأكد انه بيدي، وهيدي غالبا حاجة احسن من اللي انت بتطلب، ويمكن يدي اللي انت بتطلبه. اول نوع من الثقة، الثقة في استماع الله. في ناس كتيرة لما تصلي مش واخدة بالها ان ربنا سامع، مش مركزة في فكرة ان ربنا فاتح ودانه وسامعني. لكن ده وعد من ربنا انه اللي انت هتقوله ايا كان، حتى لو عيل صغير بيتهته، ربنا سامعه كويس جدا. فانا مش بتكلم عن الثقة في الاستجابة دلوقتي، لا، ده انا بتكلم عن الثقة في الاستماع. عارفين لما الواحد يكون بيتكلم على الموبايل، ساعات يحصل معايا كتير الحكاية دي. اقعد اتكلم وبعدين ابص الاقي الموبايل قطع من بدري وانا عمال اتكلم. حاجة تغيظ. ومش عارف بقى التاني ده سمع لغاية فين من الكلام. مش كده؟ الكلام ده ما فيش عند ربنا. الحاجات فيش حاجة بتقطع. اي كلام حتى لو كلام فاضي بتقوله هو سامعه، سامعه كويس، لانه امين في الكلام ده. بقى اي صلاة مسموعة، ومسموعة بتركيز جدا. وبعدين ده ربنا يعني اهم واحد في الدنيا كلها. فهتقول كلام فاضي، هتقول شكوى، هتخبط في الكلام، هترزع، هتلبخ، برضو سامع. برضو سامع ومركز في الكلام. هيرد امتى؟ هيرد ازاي؟ ده موضوعه عنده هو. لكن من ناحية سامع، هو سامع.
الحتة دي تفرق، ان الواحد يراجعها كل شوية. انت سامعني؟ سامعك حبيبي، كمل. طب ما تلغيني، انا سامعك، مش لازم ارد دلوقتي، بس انا سامعك. شوفوا آية جميلة تقولها في المزمور في الأجبية: أعترف لك يا رب من كل قلبي، مش لأنك استجبتني، لأنك استمعت كل كلمات فمي. ناس كتير عايشة في وحدة نفسية أو وحدة اجتماعية. اجتماعية يعني فعلا مفيش حد معاهم، عايشين في بيوتهم لوحدهم. ونفسية يعني عايشين مع ناس بس الناس دي مش حاسة بيهم، ودي كتيرة أوي. الوحيد اللي هيسمعك في أي لحظة في أي كلام هتقوله ربنا، وبمنتهى التركيز اللي انت محتاجه. طب ده شيء مفرح. عشان كده حاول تستبدل بعض الناس بربنا. احنا بنتضايق قوي ان مش لاقيين اللي يسمعنا، وبيصعب علينا لما الاقي اللي قصادي زهق مني، او خلاص بقى يعني سمع شوية وكفاية استكفى، يصعب علينا. ما هو انت اصلك مش واخد بالك ان في اهم من الشخص ده واقرب منه ومستعد يسمع، حتى لو قعدت تعيد وتزيد من هنا للسنة الجاية ما عندوش مشكلة. مرة اب كبير كده قال لي: بونا انا كبرت، ساعات اعيد وازيد في الكلام وانا مش واخد بالي، فاولادي مش مستحملني. وهو بيتكلم بكسرة نفس كده، يعني لانه حاسس انه يعني بقوا يتريقوا: يا بابا ما انت قلت الكلمتين دول قبل كده، ما انت سألت السؤال ده قبل كده. وطبعا الزهايمر ده ملوش ميعاد دلوقتي، من العشرينات شغال الظاهر. ف... فكله شغال في الحتة دي، بنعيد ونزيد في حاجات كتير. انا اقترحت له، قلت له: بص، عارف مين اللي ما يزهقش حتى لو قعدت تعيد وتزيد؟ ربنا. كلمه، حط همك فيه. مش ممكن هيقول لك ما انت قلتها دي، لا مش هيقول لك كده، ما عندوش مشكلة خالص. قول تاني يا حبيبي، عاوز تقول قول تاني، قول تالت، قول خامس. ولو سألته سؤال وجاوبك وبعدين رجعت سألت نفس السؤال بالظبط، ما عندوش مشكلة برضه خالص. ربنا كل اللي يعنيه انك تفضل تتكلم معاه، حتى لو بتقول كلام فارغ، حتى لو بتعيد نفس السؤال، ما عندوش مشكلة. هو احلى ما عنده انك تبقى قاعد معاه، تبقى بتتكلم معاه. مش مهم بقى المحتوى ده يجي درجة 5، انما القعدة والكلام معاه هو ده اللي يهمه. اذا احنا عاوزين نثق ان ربنا سمعنا. تفتكروا الصرخات اللي طلعت الاسبوعين اللي فاتت من كنايس العالم، ومن اصغر واحد لاكبر واحد، ربنا مش سامع؟ سامع جدا. السما سامعة كويس قوي الكلام ده، ومركزة كويس جدا. وبعدين دي صرخات اولاده، اغلى ناسه، سامع. كونه ما تدخلش ده لان ده الافضل، ما فيش اي تفسير اخر. كونه لسه ما تدخلش ده معناه ان اللي احنا فيه ده هو افضل شيء للكنيسة حاليا، ملاش اي تفسير اخر، ما ينفعش نفهمها بطريقة تانية. ده هو ماسك ايده بالعافية لانه محبب عليه يتدخل، بس هو شايف حاجة افضل. لكن من ناحية الاستماع لا نشك لحظة ان حتى الكلام اللي جوه قلبك ما طلعش على لسانك هو سامع. الكلام اللي جوه قلبك ما طلعش، في ساعات تنهدات لا يعبر عنها، في تأوهات او آهات ما تطلعش في كلام، ما تطلعش، هو سمعها كويس قوي. فعاوزين نثق في دي الاول، لان ده يريح قلبنا. في حد سمعك؟ سمعك كويس قوي. في مزمور تاني يقول له: لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. يعني مفيش كلمة في لساني إلا وأنت عارفها كويس قوي. فمفيش كلام بيتقال كده وخلاص. معلمنا بولس بقى كفيلسوف وهو بيشرح موضوع الإيمان أو الثقة، وقال لنا الإيمان هو الثقة بما يرجى، الإيقان بأمور لا ترى. قال بقى قاعدة جميلة، قال: لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي. هنا يجازي بمعنى يكافئ،
أو يسمع الذين يطلبونه. يعني إيه؟ ما ينفعش تقف تصلي وتبقى بتكلم نفسك، لا، أنت بتكلم شخص. هنا يعني بدايات الإيمان أنت متأكد أنه سامع وأنه منتبه للي أنت بتقوله. الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود أولا وأنه يسمع، وإلا هتصلي ليه؟ هتروح لربنا ليه؟ هتروح الكنيسة ليه إذا كان ربنا مش موجود أو مش بياخد باله أو مش بيسمع؟ إذا كل فلاح بسيط داخل الكنيسة حتى لو أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب عنده إيمان قوي بيخليه لما يقول يا رب هو عارف أنه مسموع وصلاته مقبولة. يبقى أول حاجة الثقة في الاستماع. أنا واثق يا رب أنك سمعني كويس، سمعني في شكواي، سمعني في اعترافي، سمعني في عجزي، سمعني في شكري، سمعني في دموعي، في تنهداتي، أنت سمعني. لأن مجرد أطمن على دي نص المأمورية يخلص، مجرد أطمن أنه سمعني. النهاردة في علم النفس يقولوا شطارة أي كونسلر اللي هو الناس اللي بتريح الناس دي مش أنه يدي حل، 70% أنه يسمع كويس. لأنه لو سمع بيسموه active listening، يعني مش سمع وخلاص، لا، سمع بانفعال بتركيز بتواصل حقيقي، اللي قدامه ارتاح 70% حتى لو ما سمعش لسه حل. طب احنا بالنسبة لربنا العملية دي سهل ومضمونة ومتأكدين منها، بس محتاجين نراجعها كل شوية. تاني بند الثقة في الحب الإلهي. وانت رايح تكلم ربنا في أي لحظة، مش بتكلم على وقفة الصلاة بس، وانت قاعد دلوقتي وانت بنايم وانت بتتحرك وانت غضبان وانت متضايق وانت مظلوم، عاوزين نراجع انا بكلم شخص بيحبني قوي، بيحبني قوي، وبالتالي ادخل عليه في اي وقت واقول اي كلام ما بيزعلش لاني انا محبوب فعلا. في ناس كتيرة الثقة في الحتة دي ضايعة عندها، هو مش حاسس بمكانته عند ربنا، مش حاسس بقيمته عند ربنا، هو معتبر نفسه واحد على 6 مليار مثلا بشر عايشين في الدنيا. لا 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 خالص، ده ربنا ما بيشوفش، ما بعرفش في الارقام بقى التسعات اللي هم 17 تسعة دي، لا، بيشوفك انت الواحد اللي يكمل 6 مليار، هو بيتعامل معاك انت بس في اللحظة دي، ما بيشوفش غيرك وما بيسمعش غيرك. أغسطينوس كفيلسوف قال له اكتشفت أنك تحبني وكأنه لا يوجد في الكون كله غيري، وأني أنا وحدي موضوع انشغالك دائما. شوف التعبير، قال له اكتشفت أني أنا لوحدي بالدنيا كلها وكأن مفيش غيري، فاضيلي 24 ساعة، ما وراكش غيري. تصوروا واحد مثلا يكون عنده طفل جه بعد عمر طويل وبعد عقم طويل ومفيش غيره بقى، ده بيبقى يعني واكل قلبه وعقله. ده التشبيه ده ضعيف قوي جنب علاقتنا بربنا، لأنه ربنا تجسد بسبب الحب، مات على الصليب بسبب الحب، يحتمل ضعفاتنا بسبب الحب، حط فينا روحه بسبب الحب، ادانا جسد ودمه بسبب الحب. الموضوع أكبر جدا من تصوراتنا أو إدراكنا. لو وثقت أن ربنا بيحبك قوي هتلاقي صلاتك اختلفت، لأنك مجرد تبتدي تصلي أنت عندك عشم، أنت بتكلم شخص بيحبك قوي، فمش مهم أبدا أنت عامل إيه في اللحظة دي. ودي مشكلة ناس كتير، لما بيغلطوا بيستكتروا يصلوا، لما بيعمل عملة ما بيقدرش يصلي نفسيا، بيحس انه عاوز يستحمل الاول. لا، محبة ربنا لو قتلت قتيل ما اتغيرتش،
هو زعلان من اللي انت عملته، بس انت كشخص لسه بيحبك بنفس الدرجة، ما بيعرفش يعمل غير كده، لانه انت محبوب في ذاتك، مش مهم اللي انت عملته. فلو الواحد ادرك كده هيجري على الصلاة حتى لو عمل جريمة، لانه متأكد ان ربنا بيحبه وهو وحش. فدي حتة مهمة. ربنا مش يعني بيقرف مني، مفيش الكلام ده عند ربنا. ولما قال خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني، مش هو اللي حط الفصل، مش هو اللي قرف وقال لي بعد عني، لا لا، ده انا بالخطية اللي عملت الحاجز وبعدت عنه. انما هو موقفه ما اتغيرش خالص، بدليل الفداء. هو ربنا لما جه يفدينا ما كانش في حد على البشر كويس، ما كانش حد على الارض عدل، احنا في اسوأ اوضاعنا جه وعمل اكتر مما نتوقع. فمن الحاجات اللي تغذي الصلاة جدا الثقة في محبة الله. ده مجرد كلمة أبانا دي يحكى مرة عن القديس أمبرويس أنه لما ابتدى يقول أبانا الذي، قال أبانا وهنج وقعد فيها 7 ساعات، معرفش يطلع للي بعدها. مجرد قال أبانا مخه بقى ايه، سرح منه، بقى فرحان قوي بالكلمة، مش عاوز يقول اللي بعدها من كتر ما هو مش مصدق روحه. ربنا يبقى أبويا وبكلمه كده، طب خلاص إذا كان هو أبويا محتاج ايه تاني؟ هخاف من ايه؟ يفرق في الدنيا ايه تاني إذا كان ربنا كله بتاعي أنا، أبويا أنا. الثقة في الحب الإلهي تجعل الصلاة متعة. بدون الثقة في محبة الله الصلاة تبقى هم تقيل على القلب. لكن لو وصلت انك تدرك ولو بدرجة على فكرة، لان الادراك ده رينج كبير. بولس لانه كان في دايق دي جامد، يقول في افسس 3 كلمة جريئة شوية، يقول لتستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو. ايه اللي بتحكي فيه ده؟ مش فاهمين بتقصد ايه. قال وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. قال انا بصلي لكم عشان تدوقوا اللي انا ضايقه. ده بيتكلم من جوه السجن، السجن اللي هو 4 حيطان وريحته وحشة والصوت عالي والقرف كله جوه. هو في عالم تاني. ليه؟ بيقول انا بركع احني ركبتي، اركع من هنا واصلي وادوب دوب بقى، وابقى في عالم تاني وفرحان جدا وشبعان جدا. وبقول لكم انتوا مش يعني انتوا مش ضايقين اللي انا ضايقه. طب انتوا بره وبتاكلوا وبتشربوا وتناموا في بيوتكم وفرحانين، قال فرحانين بايه؟ ده انتوا غلبانين. ده انا نفسي تدوقوا اللي انا فيه. هو انت فين؟ ده انت في سجن روما، اسوأ اوضاع في الدنيا. قال لا لا خالص، الموضوع مش كده. ده انا بقول يا رب دوقهم بس حتة من اللي انا بدوقه. تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، كي تمتلئوا، تغرفوا بقى إلى كل ملء الله القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نظن أو نفتكر. ده هو بيعمل حاجات فوق خالص طلباتنا وتصوراتنا وتخيلاتنا وطموحاتنا، بيعمل أكتر من كده بكتير قوي. ده واحد ضايق إن ربنا بيحبه قوي، ومش واقف مع ضده الماضي. يعني ماضي بولس الرسول ماضي شنيع ممكن يخليه مش قادر يقول ربنا بيحبني، انما هو بيقولها بالفم المنيال. طب ده انت يا بولس شتمت المسيح قبل كده، قال ولو بيحبني. ده انت كنت شريك في قتل واحد من اغلى عياله استفانوس، قال ولو انا لا اشك لحظة انه بيموت فيا. ده انت كنت عدو الكنيسة الاول، ولو انا متأكد ابن الله الذي احبني وسلم نفسه لاجلي. ده بقى لما يصلي يبقى بالنسبة له الصلاة متعة، لانه مش هو اللي بيحب ربنا، هو متأكد ان ربنا بيحبه. انا مش بكلمكم ازاي نحب ربنا، انا بتكلم عن الثقة في ان ربنا باصص لك بحب. حتى في اسوأ لحظات حياتك ربنا عينيه كلها حب. في ناس مثلا
بتعتبر ان لما المسيح بص لبطرس بصة يوم المحاكمة، في ناس بتتخيل انه بص له بصة كلها شرر. ده لان تركيبتهم النفسية فيها كلاكيع، ولانهم فاكرين ربنا مسك لهم العصاية. انا لا اتصور الا ان المسيح في اللحظة اللي بطرس انكر بالتلاتة انه يعرف المسيح، بطرس لحقه بنظرة من بتوع زمان اللي هي كلها حب. اوعى يا ابني تيأس، اوعى يا حبيبي تشك ان انا لسه بحبك، اوعى تفتكرني زعلان، انا زعلان من الخطية، انا مش زعلان منك خالص. اوعى تقطع في روحك وتقول انا السبب وانا اللي عملت، سيبك من الكلام ده. انا عارف بعمل ايه وجاي اكمل الصليب، وانا مستنيك اول واحد يوم القيامة الفجر. انت لسه غالي ولسه مميز زي اغلى واحد في التلاميذ. ايه ده بقى؟ طبعا بطرس لما يصلي بعد كده لا يمكن ينسى النظرة دي، النظرة اللي كلها حب في لحظة الخيانة والإنكار، لكن النظرة كلها حب. فطبعا ده يبقى مش عاوز يطلع من الصلاة. انت بتحبني في اللحظة دي؟ لما تحبني وانا بوعظ ولا بخدم ولا بعمل معجزات هيبقى لنا منظر، لكن بتحبني وانا بخونك وانا بشتمك وانا بلعن وبجدف وبقول معرفوش بالتلاتة، انا بحبك برضه. الثقة في الحب الإلهي هي دي اللي تدخل على الصلاة. عشان كده ما حدش يعرف يصلي كويس ما كانش حاسس بأن ربنا بيحبه. يوحنا الحبيب ما كانش حاسس أنه هو بيحب ربنا، بس كان راصد قد إيه ربنا بيحبه، فيقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، ليس نحن أحببنا الله، مش إحنا اللي بنحب بل هو الذي أحبنا. يبقى كل ما تدرك ان مركزك كبير قوي عند ربنا كل ما تطلع منك الصلاة حلو، كل ما تحب الصلاة اكتر. الثقة في الحب الالهي ربنا يسوع حطها لنا بكذا تعبير بس اللي ياخد باله. مثلا في لوقا 11 يقول ايه؟ من منكم وهو اب يسأل ابنه خبزا افيعطيه حجرا، او سمكة افيعطيه حية بدل السمكة، اذا سألوا بيضة افيعطيه عقربا. تصوري وانت بتعملي البيض لابنك ولا حفيدك ويقول لك يا ماما ولا يا تيتا مش عارف اعمله لي ازاي، تبقي فرحانة وانت بتعملي كده. افتكري علاقتك بربنا في اللحظة دي. هل ممكن تطلبي حاجة من ربنا ويكون هيعمل لك حاجة اقل من اللي انت بتطلبيه؟ ازاي يعني؟ اذا كنت وانت انسانة مليانة لخبطة مع اولادك واحفادك لا بتضعفي ويطلبوا عنيكي، طب امال ربنا بقى مصدر كل حب ممكن يعمل ايه؟ قال فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري. كم بالحري دي بقى فرق السماء عن الأرض. يعني إيه؟ يعني إحنا على قد الحب اللي فينا لعيالنا ده بقى لا يقارن بالحب الإلهي. كما علت أفكاري عن السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. مش ممكن ندرك اللي جوه قلب ربنا أبدا في مكاننا عنده. طب ما الواحد بقى ده يدخل براحته بقى الصلاة، ده ما يبقاش قلقان أبدا وهو بيصلي. كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي. شوفوا بقى خلي بالكم من يعطي إيه، مش هيدي البيضة ولا السمكة ولا الخبز، التعبيرات اللي خدها. قال بقى سمك إيه وبيض إيه وأكل إيه، ده أنا هديكوا روحي اللي ما يقدرش الواحد فينا يدي لعياله. أنا ما أقدرش أدي روحي لابني، إنما ربنا لأنه بيحبني أكتر ما أنا بحب ابني بيديني روحه، مش بيديني عطايا خارجة عنه. ما أسهل إنه يديني الدنيا كلها، دي رخيصة قوي بالنسبة له، إنما ده بيديني روحه. فربنا عارف أغلى ما عنده روحه، قال له تعالى يا ابني خد من روحي وأنا هديك بس السماء، ده أنا هديك روحي. معلمنا بولس يقول تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. الفائقة المعرفة العربي في الجملة دي في غلطة. ليه الغلطة؟ كلمة تعرفه عكس فائقة المعرفة. فائقة في الترجمة اليوناني يعني اللي ما تتعرفش. هنعرف ولا مش هنعرف؟ انت بتقول تعرفه المحبة اللي لا يمكن تتعرف،
فاهمين انا اقصد ايه؟ هي ساعات يسموها المعرفة ولكن دون الادراك. يعني انا هعرف، وكل ما هكبر مع ربنا هعرف، لكن مش هجيب اخره ابدا، لا يمكن هجيب اخره. يقول عرفتهم اسمك وسأعرفهم. طب ما انت عرفتهم خلاص، لما ما بتخلص، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. فالحب ما بيخلص. اذا انت كل ما تكبر في علاقتك بربنا، مش انت اللي بتحبه اكتر، بتكتشف انه بيحبك اكتر. هو من الاول بيحبك قوي، بس انت ما خدتش بالك. كل ما تكبر كل ما تكتشف، ياه، ده انا طلعت غالي قوي، ده انا طلعت مهم قوي، ده انا طلعت محبوب جدا. يقول في رومية 8: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. أنا تاني بتكلم عن الثقة في الصلاة. شوفوا بقى، لو واحد متأكد من مركزه عند ربنا لما يصلي، هيبقى بيصلي ازاي؟ ندخل على نمرة 3 برضو، على حكاية الحب الإلهي دي. ساعات في ناس تتغاظ من بعض الأنبياء في صلواتهم. يعني لما كنت بدرس أيوب، كنت بصراحة بيجي لي وقت عاوز أقول له عيب، عيب تقول كده. مثلا يونان، في له شوية كلام بصراحة، يعني عيب، ده انت نبي تشخط في ربنا. ايليا مثلا لما قفش وزعل، وكان صعيدي خالص بقى، ما بيفكش خالص، ما بيفكش، ربنا يحايله ويبعت له ملايكة وهو راسه 1000 ترباس، مش هفك، انا عاوز اموت وخلاص. عارفين دول بيعملوا كده ليه؟ عشان في ناس تقول طب ما انا يبقى بقى تعترض على ربنا، تعترض على فيستان، نسكت. انت لما تبقى زي دول في ادراكهم بحب ربنا، اعمل زيهم. دول متأكدين من مركزهم عند ربنا، دول لو اتدلعوا معاهم حق، لان دول راصدين مكانتهم عند ربنا. دول انبياء مش لانهم ما بيغلطوش، دول بيغلطوا زينا، انما الفرق بيننا وبينهم ان دول قاطعين شوط اطول كتير قوي في ادراك الحب الالهي. ده يونان بيلوم ربنا على حاجات صفاته الحلوة، بيقول له أزمة أنا عارف إنك طيب، أعمل فيك إيه في طيبتك دي؟ بيتخانق معاه على طيبته. أنا علمت أنك إله رؤوف طويل الروح كثير الرحمة ونادم على الشر، خدني بقى. متغاظ من صفاته الحلوة، ده لأنه مدرك بالحب الإلهي، وربنا يسكت ساعتها كأنه عامل ويحايله يطلع له اليقطينة. يبقى هنا الصلاة تبقى طعمها مختلف خالص لما تبقى عارف قد ايه ربنا بيحبك. ثالث نوع من الثقة في الاستجابة للطلبات الروحية. في يوحنا 11 ربنا يسوع له المجد وقف قدام قبر لعازر وقال كلمة كده عجيبة شوية. قال له أشكرك أيها الآب لأنك استمعت لي، وقبل ما يطلع لعازر من القبر. طب انت بتشكر على ايه؟ ما هو لسه ما طلعش والمعجزة ما حصلتش. قال له أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، لكن عشان خاطر الناس دي تتأكد، يلا لعازر يطلع. حتة أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، طبعا ربنا يسوع كمثل أعلى لينا، هو قدوس وكامل، لكنه أيضا كإنسان بيعلمنا نصلي إزاي. فهنا بيورينا الشكل، ثق في أن أي طلب روحي لازم يستجاب. هو قال كده، قال لما تطلبوا السماء تاخدوها. يا دي بقت سهلة أوي. تطلبوا توبة، تطلبوا غفران تاخدوه، تطلبوا حكمة تاخدوها، تطلبوا نقاوة قلب تاخدوها، تطلبوا خلاص للناس تاخدوه، لأن الطلب حسب مشيئتي. تطلبوا فلوس أحسبها 100 مرة، لا تكون هتضيعكم. تطلبوا صحة أوزنها، لا تكون ملهاش لازمة. تطلبوا انتقام من أعدائكم، أشد ودانكم، لأن ده يضيعكم. إذا ربنا عند الطلبات الروحية يبتسم، صحيح ما يجيبهاش زي ما احنا عاوزينها في وقتها، لا، ممكن يتأخر، لكن ثق تماما ان اي طلب هو طلبه مننا وانت بترجعه له طبعا مستجاب.
مستجاب بعد سنة، بعد 100 مستجاب مستجاب. فخلاص تبقى انت مبسوط جدا. تصور بقى انك متأكد ان طلبك مستجاب. حبذا بقى لو كل صلواتك وطلباتك بقت روحية، تبقى طالع من الصلاة يعني متكيف، لانه انت كل اللي طلبته متأكد انه مستجاب. لما بتطلب حاجة أرضية أنت مش عارف بالظبط دي تمشي ولا ما تمشيش، لكن أي حاجة سماوية خلاص أنت متأكد إنها مستجابة. ثق في إن أي طلب روحي ربنا مش بس هيستجيبه، ده بيبقى فرحان إنك طلبت. يقول كل، وده اللي بقى عليه كل، دي كلمة كل هنا عشان في ناس بتمسك لنا الآية دي وتتخانق. هنا الكل على الصلوات اللي هو متوقع اولاده يطلبوها، ما احنا اولاده فالمفروض فاهمينه. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. جيت تقول له يا رب اديني احب الناس اكتر، عينيا يا حبيبي حاضر. تتخانق بعدها بساعة تقول له يا رب ما انا لسه مصلي وبقول لك وسع قلبي، حاضر هديها لك، بس صلي تاني وتالت لكن هديها لك. هديها لك انك تحب الناس من كل قلبك، حاضر، لان ده طلب يعجبني. تقول له يا رب علمني اصلي مش عارف اصلي، حاضر يا حبيبي هعلمك. تيجي تسرح بعدها تتغاظ من نفسك، طب انا سرحان وانا عمال اقول لك علمني اصلي، هديها لك حاضر، هتصلي وهتصلي من قلبك. هيجي اليوم ده ما تخافش، ما انت طلبت حاجة انا طالبها منك، مش هديها لك ليه؟ في اشعياء 7 حصل موقف غريب شوية، انه ربنا بعت اشعياء لواحد اسمه احاز ملك بس ما كانش كويس، وربنا عمال يحايله عشان يعدل دماغه قبل ما يمشي ويتوب. قال له اطلب لنفسك آية من الرب إلهك. صار واحد جاي يقول لك ايه، شوف تحب ايه ربنا يعمله لك بقى، اللي انت عاوزه تاخده. عمق طلبك، يعني ايه؟ ما تطلبش كلام فاضي، اطلب حاجة عليها القيمة. انت ربنا مديك فرصة، اطلب اللي انت عاوزه، او رفعه الى فوق. يعني عاوز تجيب من السما نجيب، عاوز من تحت الارض نجيب، اللي انت عاوزه هيديهولك عشان يثبت لك انه بيحبك. اما احاز يقول له ايه؟ قال له لا 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 انا ما اطلبش. ما تطلبش ليه اخوي؟ لان مش في دماغه حاجة روحية، ولانه ما عندوش سابق عشرة مع ربنا، مش ابن ربنا، ملوش دالة على ربنا، مش فاهم ربنا بيعامله ازاي. قال له لا لا اطلب ولا اجرب الرب. عارفين اجرب الرب يعني ايه؟ انا اصلي مش واثق لحسن لو طلبت ما يسمعنيش. فعشان كده ربنا صعب عليه وزعل، قال له ده انا بقول لك اطلب اللي انت عاوزه عشان اثبت لك ان انا بحبك، تقول لي مش هطلب عشان انا مش عاوز اجربك. انت مش عاوز تجربني، هو المشكلة عندي. فقال له اسمعوا يا بيت يا داود، لانه ده كان من احفاد داود، هل هو قليل عنكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي؟ انت زهقت الناس، انت عاوز تزهقني انا كمان؟ انا مش بزهق بس انا صعبان عليا. طب انا هديك بقى الطلب اللي انت ما تحلمش تطلبه عشان اوريك ان مفيش طلب صعب عليا. هل عذراء تحبل وتلد؟ ده انا هاجي من السماء عشان اللي زيك، الطلب اللي لا يمكن يخطر لك على بال، والطلب اللي انت تستكتره كتير قوي وتقول له يا رب يعني ينفع تسامحني اسامحك، انا بقول لك هجيلك، انا هجيلك الدنيا بتاعتك دي. اذا احنا بنخاف نطلب مش لاننا متواضعين ولا مؤدبين ولا لا حاش، لا احنا بنخاف نطلب لان احنا ما عندناش ثقة في محبة ربنا، وما عندناش طلبات روحية شغلانا. انما القديسين بيبقى عندهم طلبات روحية شغلاهم طول الوقت، فيقول له رب انا مش هقبل غير تنظف قلبي قبل ما امشي، ما تسيبنيش قلبي كده، شوف لك حل، انا عاوز تحط فيا السلام الذي يفوق كل عقل. ده يمسكوا في الآية ويزنوا، كل ما يلاقوا آية يمسكوا فيها ويزنوا، وربنا طبعا يقول لهم بس كده، حاضر حاضر، انت بتطلب حاجة انا قلت لك هديها لك. هدي مثالين عشان ايه اختم بيهم. في 2 ظهروا مع المسيح في التجلي، مين؟ ايليا وموسى. اشمعنى الاتنين دول؟ طبعا في كتير قوي حبايب ربنا، احنا قلنا كتير وتفسيرات كتير، وده التوراة وده الانبياء وده،
انما انا هركز على نقطة تاني بقى. الاتنين دول بالذات محترفي صلاة، حياتهم صلاة. ايليا وموسى النبي دول ما هماش احسن ناس عاشوا يعني على الارض، الاتنين دول مليانين اخطاء، في حياتهم اخطاء. يعقوب يقول كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. الالام هنا بمعنى الخطايا، مش الالام يعني، لا، تحت الالام يعني بني ادم عادي، بيكتئب وبيحزن وبيتغاظ ساعات وكل حاجة. وموسى طبعا عارفين حياته الاولى ما كانتش احسن حاجة. نبتدي بإيليا. إيليا الذي كان تحت الآلام مثلنا، اللي هو واحد بيغلط وبيكتئب وبيتنرفز لأنه جاء وقت غلط جامد. صلى صلاة أن لا تمطر السماء على الأرض، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمار. هو لخصها معلمنا يعقوب في آيتين بس. تعال نشوف في الآيتين دول في حياة إيليا كان شكلهم إيه. هو قال الحدث والعكس، يعني إيه؟ قال لما صلى تقفل قفلت، ولما صلى تفتح فتحت. إنما الحادثتين دول مختلفين عن بعض تمام. الحادثة الأولانية في ملوك الأول 17، قال إيليا التشبي من مستوطن جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قول. ولم يذكر النص الكتابي إنه صلى خالص، مع إن يعقوب أكرمه كده وجمل الصورة وقال إيه صلى. لا، صلى فربنا سمعه. إنما هو الظاهر من غيظه من أخاب استعجل وقال له طيب مفيش نقطة مية غير لما أنا أقول. طب أنت اتفقت مع ربنا، استأذنت، صليت، خدت لك شهر صوم وصلاة مثلا تقفل السماء؟ لا، أنا قلته خلاص، أنا قلت. فقام ربنا قال له أنا ما نزلكش كلمة يا ابني، حاضر نقفلها عليهم. ده ما صلاش خالص، بس يعقوب سلمها صلى. لما جه يفتحها خدت موقف عكس كده خالص. دارت 3 سنين ونص. عارفين 3 سنين ونص دي اللي فيهم بقى ايه؟ الغراب اللي كان بيجيب اللحمة، والست امرأة صرفت صيدا، والواد اللي مات وصحي، وكل القصص دي كانت في 3 سنين ونص. خلصوا 3 سنين ونص، فتقابل اخيرا ايليا مع اخاب. كانت اول مقابلة قبل 3 سنين ونص، والتانية بعدها. فاخاب اتغاظ، قال له جوعتنا وموتنا وبتاع، قال له ما انت السبب. وبعدين عملوا حكاية بقى ايه؟ مقابلة انبياء البعل، وان كان الله هو الله، ونزلت نار كلت الذبيحة على يد ايليا، وكانت نهضة روحية والناس قالت الرب هو الله. فقام ايليا واخد على نظام ايه؟ انا كلمتي ما تنزلش الارض. فقام رمى كلمة تاني، قال له روح بقى اخاب عشان مطر. برضو ما صلقش، وهو فاكر النظام ايه؟ انا كلامي اقوله خلاص. وطبعا ربنا بيكسفوش عادي، ما هو لسه قبلها بيوم ولا بيومين نزلت نار، لمجرد ان قال له يا رب استجبني. اول ما قال له كده نزلت النار كانت الدنيا كلها. فقال لإيليا لأخاب اصعد كل واشرب لأنه حس دوي مطر. قال له أنا سامع صوت المطر. يا سلام، 3 سنين ونص ودلوقتي سامع المطر للدرجة دي. أخاب طبعا بياخد على كلامه، ما هو مقروص قبل كده، قال له هتقفل قفلت. أما إيليا فصعد إلى رأس الكرمة. طبعا هو طالع، أنا هتصور حاجة يعني خيال شوي، يعني متصور وهو صاعد إلى رأس الجبل المطر هينزل. ما احنا المرة اللي فاتت من غير ما نصلينا الدنيا قفلت. يطلع خطوة 2 و10 و100 مفيش مطر. والراجل قال له روح بسرعة لحسن هتغرق. فطبعا ما بدهاش نصلي بقى، اضطر يصلي يعني هو واخد ان ربنا يختم وراه من غير ما يصلي. وخر الى الارض، عاوز يقول له ما تكسفنيش، انا قلت للراجل روح الدنيا هتمطر، وبعدين احنا متفقين على 3.5 خلصوا، 3 سنين ونص خلصوا، ما ينفعش كلامنا يطلع بره. وجعل وجهه بين ركبتيه، يعني عمل مطانية وخد شوية تحت. طبعا هو بقى ايه ده؟ دي ما بيعملهاش كتير دي، ده هو بقول لكم اول مرة من غير ما يسلم.
رفع راسه بقى، تصور الدنيا غرقت والزرع طلع. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، شوف ناحية البحر يمكن المطر جاي من هناك. فصعد وتطلع وقال ليس شيء. الغلام مش واخد خوانة طبعا، الغلام مش فاهم السيناريو اللي بين ايليا وبين ربنا، انه الموضوع احنا لينا عشرة قديمة والموضوع بيمشي بمجرد النظرة يعني. فقال له مفيش حاجة. فقال ارجع 7 مرات. 7 مرات يعمل ايه؟ يحط راسه ويصلي، يا رب المطر المطر. وفي المرة 7 قال الغلام بقى الظهر حب يشجعه، هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. فقال اصعد كل أخاب، روح اجري الحق ليكون أخاب مروحش، ما شكش برضه، أجدد وانزل لألا يمنعك المطر. ما رجعش في كلامه، قال له أنا بقول لك اجري بسرعة لأنه مش هتغرق. طبعا لما قال كده كان من هنا إلى هناك أن السماء اسودت من الغيم. القصة دي ليها معنى عميق قوي في نقطة واحدة بس، إنه إيليا بالرغم إن المطر منزلش، ولا بعد ما قال، ولا بعد ما صلى، ولا بعد ما سجد، ولا بعد ما عمل مطانية منزلش، إنما لم يشك لحظة هينزل، يعني هينزل. ادي الثقة في الصلاة. طب كل البوادر بتقول الدنيا جميلة وزيها زي 3 سنين ونص مفيش نقطة مطر، هتفرق ايه اليوم ده عن غيره؟ لا، انا متأكد انه هيسمعني، انا مش هشك 77 هنصلي، لكن مش هشك، هيسمعني لانها ارادته، لاني انا متفق معاه. فاهمين الفكرة؟ فأنا مش هشك. وبنفس الثقة قال له روح قول له تاني الحق روح قبل ما تغرق. فبهذه الثقة يقول لك بقى ايه، اسودت السماء فجأة، السحب كله غمق فجأة، وبقى من هنا ومن هنا من كل حتة كأن السماء بتسقف لإليه بسبب ثقته في الصلاة، ونزل الدش تمام. إذن عظمة إيليا وهو تحت الألام مثلنا، راجل بيضعف وبيغلط، إنه واثق تماما في الصلاة، وإنه حتى لو ربنا اتأخر وما ردش عليه وكل البوادر بتقول له لأ، هو ما بيتهزش، هيستجيب برضه. أدي عظمة القديسين دول. فجابوا بقى على التجلي عشان يحتفل بيه في العهد الجديد. دي مركبة نارية شالته، مش لأنه يعني ما بيغلطش، هو بيغلط، لكن لأنه إلى هذه الدرجة الصلاة ترفع الواحد. القصة الأخيرة بتاعت موسى النبي، أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم. عماليق دول كانوا عارفين لما يخوفوا العيال زمان ويقولوا لهم العفاريت ومش عارف ايه الحاجات السودة، كان شعب إسرائيل يسمع عن عماليق ده من مصر، يقول لك في ناس طويلة قوي وبياكلوا الناس ويخوفوهم بقى، دول في سينا. فسمعوا بقى ان عماليق جاي، والرعب ركبهم كلهم، لان دول لا معاهم سيوف ولا معاهم سلاح ولا يقدروا يحاربوا حد. فعماليق دول شعب لا يقهر، ارهاب بجد. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. يشوع بيقول حاضر، ما برضو دي من الفضائل الكبير. طلع بقى وقال لك هنبقى شهداء كلنا وخلاص. وغدا أقف أنا على رأس التل. قال له أنا علي دور تاني، أنا هعمل الحاجة اللي هتخليكم تكسبوا، أنا هطلع فوق وصل واتكلم بس خلاص. طب هنحارب منين؟ ندخل منين؟ نوزع السيوف ازاي؟ نجيب فؤوس؟ طيب نعمل حفر، نعمل كمائن؟ بلاش دوشة يا يشوع، ما تكلمنيش في التفاصيل، ما تدوشنيش، انا بقول لك انا هطلع فوق. تطلع فوق ليه؟ قال لهم هو ده النجاح كده، الهوسة اللي هتعملوها تحت تعملوها بالطول بالعرض، تحاربوا بالسيوف، تحاربوا بالطوب، تناموا انتوا تحت، انا سيبوني اطلع فوق. اقف انا على رأس التل وعصا الله في يدي، الصليب اللي في ايدينا ده،
امسك العصاية واطلع له، وبيلاقيني راجل عجوز ماسك عصاية بصعب عليه. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. أما موسى وهارون وحور رجال الكهنوت صعدوا على رأس التل، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه. شوفوا كرامة القديسين، الواحد من هنا والآخر من هناك. شغلة غريبة قوي أن الواحد يمسك دراع واحد. فكانت يده ثابتتين إلى غروب الشمس فهدم يشوع عماليق. خلي بالكوا كان بيجي له وقت إيده بتقع، فلما تقع عماليق يغلب، فلقوا أن أهم حاجة يثبتوا إيديه، يثبت على الصلاة. كل ده عشان يغرس فينا مفهوم الثق في الصلاة. ثق في الصلاة، خليك ثابت. لو اتأخرت الاستجابة خليك ثابت، استمر على المنظر ده. مش مطلوب من الكنيسة غير المنظر ده، مش مطلوب. نوع الحرب تحت ما تفرقش، اخبار السياسة ما تفرقش، مين معانا ومين علينا ده كلام صغير. احنا الدور كله فوق، الوقفة بتاعت فوق هي اللي فيها الشفا. فهدم يشوع عماليق وقوم حد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا. لما ربنا كان يحب يثبت درس يقول له موسى استنى لحد ينسى، اكتب دي، اكتب دي للأجيال. اكتب يا رب، اكتب الصورة دي، اكتب المنظر ده، اكتب الدرس ده مهم قوي لكل الأجيال، انه اثبت على الصلاة. ده الدرس اللي عاوزكم تحفظوه. اكتب هذا تذكارا وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق. عماليق دول الشياطين المرعبين العفاريت. قال له طول ما ايديكوا عاملة كده انا همحيهم من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا. قال ما بدهاش بقى يبقى نعمل مذبح، ودعا اسمه يهوى نسي. يهوى نسي مش نسي يعني بالنسي، لا، يهوى نسي دي العبري بتاعها معناها الرب نصرتي او الرب راياتي، يعني بهذا انتصر، بهذا اغلب، بالصلاة. وقال ان اليد على كرسي الرب. الآية دي انا بفهمها بطريقة محددة. لما بترفع ايدك كده لربنا وانت بتصلي، انت حطيت ايدك على كرسي ربنا، على عرش ربنا، بتقول له مش هسيبك غير لما تتدخل. تصور ان الايد التحتانية الارضية التعبانة دي تلمس العرش الالهي. اليد على كرسي الرب. انا ايدي لما صليت لمست العرش الالهي، فخدت كل القوة السماوية بقت تبعنا، بقوا الملائكة كلهم بيشتغلوا لحسابنا. اليد على كرسي الرب، للرب الحرب. ما بقتش معركتنا احنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.